السلام عليكم اخواتي، كراكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا لاباس وكاع بصحه جيده. فيديو اليوم جبت لكم الكريوش على اصول الكريوش تاع زمان، يعني الوصفه الاصليه نتاع زمان. كما كتشوفوا فيه يجي مقرمش، يجي فارغ مورق، يجي بزاف بزاف هايل. وحتى الورده تاعه، يعني درت لكم ولا التشكيله، الشكل تاعه درت الشكل نتاع زمان. يعني هاد المره بديتها بتاع زمان، والمره الجايه ندير لكم القريوش تاع المودرن. كما كتشوفوا فيه يعني يجي مقرمش، يجي رائع وبنين. طبعا الوصفه راح نديرها لكم بالتدقيق، يعني بالتفصيل. ما تنسونيش البنات غير بالجيم وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد. كومونتاج شباب كما نتوما، ونصلوا ونسلموا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويلا نفوتوا للوصفه والمقادير المضبوطه اللي راح نخدموا بها القريوش تاعنا اليوم. يجي بزاف بزاف هايل وبنين. اول حاجه نبداو بها هي الزبده تاعنا. انا درت هنايا، راح نعبر لكم ثاني بالعلبه تاع الزبده. درت هنايا الزبده يعني 250 غرام زبده. هنا فرغتها كامل في الكسرونه ودرتها تسخن، يعني غير يذوب لي، ماشي ما تخلوهاش تغلي ولا غير حسب ما يذوب لكم هذيك الزبده وصاي، وخلوها تبرد. وهنايا نجيب نفس العلبة. هنايا حنا نوزن كيلو تاع الفرينة، نعبرها لكم يعني كاين اللي ما عندهاش العبر ولا كيفاش يعبر الفرينة. ديروا بالعلبة تاع الزبدة، يعني فيها 250، يعني راح نديروا 4 عبار نتاع الفرينة. وما تعمروهمش بزاف، يعني ما ديروهاش بومبيه ولا ديروها كيما تلقاو الزبدة، يعني ديروها العبر ماهوش عامر بزاف. فرينة كما راكم تشوفوا، ونزيد نغربلها. انا بغيت نغربلها قدامكم كما راكم تشوفوا. نغربلها، يعني انا هنايا راني درت 4 عبار كما راكم تشوفوا. هذه هي. وهنايا شوفوا هاد الخلطه هذه اللي حنديرها دركا، هذه تنجموا ديروها في الليل وتخلوها تبات. تنجموا ديروها الصباح، تنجموا ديروها قبل ما تخدموا هذه بساعات. تنجموا ديروا كما درت انايا. درت هنايا 2 مغارف فرينه، درت ملعقه صغيره كما كتشوفوا، الملعقه تاعي غير تاع القهوه. ملعقه صغيره نتاع الخماره، خميره الخبز. ودرت هنايا نورمالمون 2 ملاعق كبار تاع الخل. انا مادام بديت بهذه الملعقه الصغيره درت 4 ملاعق، يعني الا درتو بالكبيره ديروا غير 2 ملاعق. ودرت هنايا شويه ما خلطتهم كما راكم تشوفوا، خلطتها مليح مليح وخليتها على جهه حتى نبسس الفرينه تاعي. خلوها على جهه تتخمر هذيك الخميره. ونجي هنايا ندير قرصه ملح، ملعقه صغيره لافاني، ونبدا نزيد في الزبده باش نبسو الفرينه تاعنا. كما راكم تشوفوا انا الزبده هنايا كما قلت لكم غير حسب ما دابت لي شويه وخليتها، طفيت عليها وخليتها بردت. فرغتها ونبسس الفرينه تاعي كما راكم تشوفوا. نبسسها، نحكها هكا بالايدي، يعني حتى تدخل لنا هذيك الفرينه مع الزبده نتاعنا كما راكم تشوفوا. ندخلها مليح بهذه الطريقه هكا بين الايدين، وحكوها هكا باش تدخل لكم الزبده هذيك مليح مع الفرينه. هنا تبغوا تغربلوها هذه المرحله، يعني كما بغيتو تغربلوها، بغيتو تخلوها كما هي. يعني انا ما غربلتها ما والو، عجنت ديريكت يعني مع راه الحمان وكل شيء. الزبده تاعكم ما غاديش تجمد. الا كان البرد ممكن تجمد لكم، يعني نتوما تخدموا فيها وهي تجمد، يتحبب لكم هذيك الفرينه، تحبب لكم بزاف. من الاحسن تغربلوها بصح من الحمان، يعني هذيك الزبده بقات كما هي ما دابت ما والو. هنايا زدتها حبه بيض، زدت واحد 2 ملاعق ما زهر، وزدت هذا الخليط اللي كنا درناه في الاول، يعني الخميره اللي درناها زدتها هنايا وبديت نعجن في الخليط. زدتها هنايا مع ديك الحبه تاع البيض، حللتها مليح هذيك الحبه تاع البيض، ومن بعد زدت بديت نعجن. درت هنايا ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، ولا درت نصف الكيس. وبدو نلموا العجينه تاعنا بالعبر تاع الماء. يعني درت بهاد العلبه تاع الزبده درت فيها الماء، وبديت نزيد غير بشويه. انا هنايا دات لي عبر الا ربع، يعني هذاك الربع هذاك السوائل تاع الربع هو هذيك الحبه تاع البيض تاع الخل الماء زهر، يعني هادو كاع سوائل. والماء اللي كنا درناه في الخميره، هذه كاع هاد السوائل جاتنا في الربع اللي كان نقص لينا تاع الماء. والماء راح تديكم عبر الا ربع كما راكم تشوفوا هنايا، على حسب ما تلم لكم عجينه تكون طريه.
ومتماسكة او ميم طون، يعني ما تكونش جارية وما تكونش ما تكونش تتلاصق لكم مع الايد، ما تكونش هكا، تكون طرية وما تكونش تتلاصق مع الايد، يعني تكون ملمومة. بهاد الطريقة انا لميتها كاع من القصع نتاعي، ومن بعد نعجنها شوية ونديرها في ساشي ونخليها. انا هاد المرحلة درتها الصباح ونغطيها ونخليها واحد الساعتين، درتها الصباح والعشية بديت نخدم فيه. بهاد الطريقة عجنتها شوية كما قلت لكم. في الحمان ديروها في الثلاجة تريح، الى في البرود ولا في الشتاء ولا ديروها غير خلوها غير امامكم وخلوها يعني ترتاح. درتها في ساشي ودرتها في الثلاجة ترتاح لي حتى الوقت اللي بغيت نخدمها وجبتها. كما قلت لكم الماء دات لي ربع عبر الا ربع، كان بقى لي من هذيك العبر. هنا مع العشيه جيت هنايا نخدم فيها، جيتها شوفوا تلقاوها زادت نشفت، بصح خلوها يعني ما متهمش. هنايا زدت غير عجنتها شويه، ومن بعد هنايا قسمتها الى ربع كرات كما راكم تشوفوا، ماشي شرط تكون متساويه ولا، مهم ربع كرات. مهم قسمتها باش هكا نتحكم فيها، نبدا نخدم غير بالكره. درتهم هنايا في الطبق وغطيتها وخليتها ارتاحت لي غير 5 دقائق باش تعاوني في الحل تاعها. هذه 5 دقائق رحت جبت الماشينه تاعي، غسلتها نقيتها مسحتها وركبتها في الطابله. جبت المايزينه، جبت يعني كاع الادوات اللي نحتاجهم، وبعد عاد بديت نخدم. نبدا بالكره الاولى. جبت هنا الحلال، جبت المايزينه ونبدا نحل في العجينه تاعي، يعني جبت غير بالكره ونبدا نحل فيها بالشكل الطولي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوني ندير مايزينه وراني نحل في العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. ندير المايزينه مليح هكا ونبدا نشكل هذا المستطيل تاعي بهذه الطريقه، يعني ندير الجوانب ومن بعد نطويها يعني طويت على 2 وعاود نطوي على 3 بهذه الطريقه، ونعاود نسرح العجينه تاعي بهذه الطريقه. هنايا باش تعاوني تتحلي في الماشينه. هنايا الا ما عندكمش الماشينه تنجموا بنفس الطريقه تكملوا الحل تاعها، يعني ترقوها وخلاص، تزيدوا تحلوا حتى تولي لكم رقيقه. بهذه الطريقه حطيت هذيك يرتاح ثاني على جهه، وجبت يعني كمل الكرات نتاوعي كاع بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه نحل المستطيل ومن بعد نبدا بهذه الطريقه نرقق فيه ونطوي، نشكل كما قلت لكم هذا زوج وهذه الثالثه، ومن بعد نبدا نحل فيها. حلو من الوسط للاعلى ومن الوسط للاسفل بهذه الطريقه باش يكون المستطيل تاعكم متساوي. بهذه الطريقه نكمل كاع الحبات نتاوعي. هنا شويه عرضوه يعني باش يجيكم على حساب الحبه تاعكم. طبعا الحبه تبغوا تكبروها تبغوا تصغروها كما بغيتوا. هنا من بعد ما كملت هذوك 4 كرات كما راكم تشوفوا، نبدا كما قلت لكم جبت انا هنايا حليت في الطابله، هوت لتحت درت الطابله درت فيها هذيك الماشينه تاعي، ونبدا بالاولى يعني الاولى تاع اللي خدمتوها هي اللي تبداو بها. بديت نحل في رقم 4 ومن بعد رقم 2. انا الى رقم 4 جاي شويه واسع، ورقم 2 هو الضيق يعني نتاع القريوش. رقم 1 هو نتاع البقلاوه يعني كاع يكون رقيق بزاف بزاف. انا درت في الرقم 2 اللي هو نتاع القريوش. بهذه الطريقه حليتها. الا جاتكم طويله قسموها على 2 ومن بعد بدو تكملوا الحل تاعها. ديروا رقم 2 رقم 4 ورقم 2 الا كانت الماشينه تاعكم كيما نتاعي. الا كانت العكس يعني تنجموا ديروا في رقم 5 ومن بعد ديروا رقم 7 هي التاليه، ديروا رقم 6. الا كان العكس تاع الماشينه يعني تكون بالعكس. هذه هي كملت الحبات تاوعي كاع بنفس الطريقه كما كتشوفوني. حليت هنايا في رقم 4 ومن بعد هنا جاتني طويله قسمتها على 2 وعاودت حليت في الرقم 2. بهذه الطريقه نكمل الحل تاعي. هذه هي حليت الحبات نتاوعي بهذه الطريقه. نكملهم كاع بنفس الطريقه، يعني نحل في الرقم 4 ومن بعد نحل في الرقم 2 ونبدا نشكل في الحبات نتاوعي بهذه الطريقه.
هنايا أنا جبت ورقة يعني باش يجوني الحبات كاع كاملين كيف كيف. ورقة أنا درت فيها نورمالمون درت فيها 15 على 12. نتوما إلا بغيتو تصغروهم ديروا 10 على 13 هاكا تجيكم واحد شوية صغيرة. هنايا درتها في ورقة ومن بعد قعدت نتبع هذيك الورقة نتبعها في العجينة نتاعي ونديرهم كاع كيف كيف بهذه الطريقة. نقلع الجوانب يعني باش تشكل لي الحبة نيشان، ونبدأ نشكل في الحبة تاوعي بهذه الطريقة كما راك تشوفوا. من بعد هنايا جيت كل حبة هادو اللي قطعتهم كل حبة ندير فيها ربع ولا خمس كما راك تشوفوا 5 نتاع القطع كما هكا نقطعوهم بهاد الجرارة هذه تاع القريوش، نديرو 5 تاع التقطيع هذا، ونبدأ نشكل في الحبة تاعي. شوفوا كيفاش درت، يعني دوك نشكل لكم حبة باش تعرفوا. شوفوا هنايا ترفدوا حبة وتخلوا حبة، ترفدوا حبة وتخلوا حبة حتى توصلوا للأخيرة تلاقوا الحبات في زوج، تلاقوا هذوك حنا نسموهم القنوته، يعني الأطراف هذوك نلاقوهم مع بعض ومن بعد ندخلوهم في الوسط وين درنا الحبة تاعنا. وين درنا هنايا في الوسط نخرجوا هاد اللي تلاقاو هادو نخرجوهم في الوسط كما راكم تشوفوا. نكمل الحبات تاوعي كاع بنفس الطريقه، يعني كاع كيما هكا، ما كاش ما اسهل من هذه الطريقه. ومن بعد هنايا بعد ما شكلت كاع الحبات تاوعي درت الزيت نتاعي يسخن، درت هنايا في كاسرون درت الزيت، ونبدا على حسب ما يسخن لكم نبدا نطيب الحبات تاوعي كما راكم تشوفوا على حسب ما يتنفخوا لكم. ومن بعد تبدو تقلبوا فيهم حتى يتحمروا لكم من كل الجوانب، يعني ديروهم غير شويه صفوره صفوره، يعني ما تحمروهمش بزاف وما تخلوهمش بويض بزاف بهذه الطريقه. وتبدو تقلبوا فيهم. وهذا هما يعني القريوش ساهل ساهل، يعني ما تخافوا منه ما والو. هذه هي الوصفه تاع زمان اللي كنا نخدموها من زمان، والموديرن تاني راح نديره لكم مره واحده اخرى ان شاء الله. هذه هي، شوفوا كيفاش خرج، يعني غير بهذا اللون هذه هكا يكون اصفر برك، ما تخلوهش يتحمر بزاف باش يجيكم شباب هكا. ومن بعد نديره في كسكاس هكا نخليه يتقطر حتى يتقطر لي مليح، ومن بعد ونخليه يبرد، وبعد نحمي العسل تاعي ونبدا نعسل فيه هكا. نكمل الحبات تاوعي كاع بنفس الطريقه. من بعد ما كملتهم هنايا طيبتهم كاملين، درت هنايا العسل تاعي في كاسرون كما كتشوفوا ولا طاجين. زدته هنايا ملاعق تاع ما زهر، خففته شويه. انا العسل هذا اللي كنت شريته من المحل، يعني ما طيبتهش، ماشي تاع المنزلي، هذا اللي شريته من برا. زدته شويه كما قلت لكم ما زهر، وخليته سخن لي مليح، يعني كي بدا يغلي طفيت عليه، وهذا هو جبته قعدت نعسل به ديريكت. هنايا باش ما يرفد لكمش العسل بزاف لازم يعني تسخنوه وتخلوه يجي خفيف هكا باش ما يرفد لكمش العسل بزاف. هنايا كل ما نعسل ندير جلجلان هكا باش يشد لي في الحبات نتاوعي. ندر عليه الجلجلان، يعني كل ما ندير 2 حبات ندير جلجلان باش يشد لي هذاك الجلجلان في العسل بهذه الطريقه. ونكمل الحبات تاوعي كاع بنفس الطريقه كما قلت لكم، نعسل وندير هذاك الجلجلان من الاعلى. وهذا هو القريوش تاعنا، يعني ما كاش ما اسهل منه كما راكم تشوفوا. كملهم كاع كما راكم تشوفوا. وهذا هي الكميه اللي دارتها لي، يعني تقريبا 2 كيلو. خرج بزاف رائع وهايل. ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفه، والى اللقاء.